نصيحة ولازم تخلي بالك منها كويس. لو زعلت من حبيبك، ولو انت متجوزة لو زعلت من جوزك، ما تدخليش صحابك، بالذات صحابك بينكم. عن تجربة، والله عن تجربة، ما تدخليش صحابك بينكم. في زمان كان حد بعت لي ريكورد، كنت بحب شخص، بحبه لدرجة الجنون، لدرجة ان انا ما اقدرش ابعد عنه. حصل بينا مشكلة كبيرة قوي. وبين المشكلة كان عندي صاحبتي الانتيم، كانت بتحبني قوي، بتحبني لدرجة ان احنا كنا اساسا ما بنفرقش بعد الا النوم بس. دخلتها بيني وبين حبيبي، بقول لها حصل واحد اتنين تلاتة، وانا مش عايز اكلمه، انا محروجة ان انا اكلمه، ممكن تكلميه وتصالحينا على بعض. عدت يوم اتنين تلاتة، شهر شهرين، وفجأة يوم من الأيام هي البنت من ساعة ما قالت لها الكلمتين دول، لما قالت لها صالحيني على حبيبي وكده، ما بانتش تاني. تتفاجئ بعد فترة كبيرة تلاقيهم هما الاتنين ماشيين مع بعض. رجعت تكلمها وتعاتبها، تقول لها مالك؟ انت ما بقيتيش تكلميني وما بقيتيش ترجعي زي الأول، ده احنا ما بنفرقش بعض الا النوم وكده، وانا قلت لك على طلب تصالحينا بينه وبينه حبيبي. قالت لها للاسف انا لما انا رحت لحبيبك وقلت له انت زعلان ليه وكده 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 والكلام ده، والكلام خد، وقعدت معاه مره واتنين، كل ده عشان اصالحك عليه وهو انتوا الاتنين ترجعوا لبعض. بس لما قعدت مره واتنين وتلاته معاه واتكلمته، لقيت دماغه حلو قوي، تفكيره عجبني، اتشدت ليه لدرجه اللي وانا قاعده معاه في يوم من الايام قال لي اخطبك. اتفاجئت قوي من رد فعله. انا ما فكرتش الا في نفسي صراحه، وارجع اقول لك اللي انا فكرت فيكي؟ لا 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 لا، ما فكرتش فيكي خالص، فكرت في نفسي ثم نفسي. واول ما قال لي الكلمه دي انا ارتبطت فيه فعلا، وجيت قدم لي واتخطبنا، وزي لغايه دلوقتي مع بعضينا. انا اسفه مش هقدر اكمل معاكي، انا دلوقتي مخطوبه ومش عايزه مشاكل تحصل بيني وبين خطيبي بسببك انت. شفتوا الموضوع حصل لفين؟ هي اساسا صاحبتها الانتيم، وقالت لها صالحينا على بعض، بدل ما تصالحها راحت خانتها. هتقول لي لا مش خيانه، لا خيانه، انا متاكد 100% اللي خيانه، عشان انا مديكي ثقه عمياء. انت حبيبتي، انت صديقتي، انت اختي اللي ابويا وامي ما جابهاش، وقلت لك روحي صالحيني على حبيبي، تروحي من ورايا تحبيه وترتبطوا ببعض. قله ثقه، قله امانه، سموها خيانه، سموها زي ما سموها. بعد ما قالت لها روحي صالحي، وبعد كده اتخطبت، ودلوقتي لما تيجي تعاتبها تقول لها انا مش هقدر اصاحبك. يعني خسرت صاحبتها عشان خاطر حبيبها، مش حبيبها الواد اللي كان حبيب صاحبتها. شفتوا بقى الموضوع كله؟ انا بفهمك انت اللي انت لما يكون في مشكله يا ريت ما تدخليش اخواتك، صحابك الانتيم، اي كان. صدقيني والله ممكن كلمتين ما تعرفيش الكلام دخل بينهم ازاي، كلام مع بعض، حبوا بعض، خطبوا، خلص الكلام على كده، والدنيا لفت وقلت لها انا مش عايز اخسر حبيبي. هو كان حبيبها قبل كده. شفتوا بقى الكلام وصل ليه؟ انا بنبهكم، يا رب تتعلموا.